ليكون مدرب مشهور، كان بيلعب ستوبر، اعتزل اللعب وعمره 28 سنة، لعب لأتلتيكو مدريد، لعب لريو فايوكانو، لعب لبندروم، ولكن اعتزل. وأول أهداف اللقاء نعم إنه أول أهداف اللقاء في واحدة من المفاجآت التي يقدمها لافيتا، اللاعب رقم 7 يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم في واحدة من المفاجآت الغير سارة لعشاق ريال مدريد، لعشاق هذا الفريق الملكي الكبير ختافي الذي انتصر العام الماضي على ريال مدريد. يبدأ بمفاجأة كبيرة جدا. أنخيل لافيتا بضغط من نص الملعب، حكم اللقاء لم يطلق الصافرة، كان التحضير والتصويب وصدام بأقدام المدافعين لتغير الاتجاه ليكون أول أهداف اللقاء بعد 4 دقائق فقط من البداية. لويس غارسيا يدفع بضغط عالي من البداية ويفاجئ ريال مدريد ويضغط عليه. تركيز والقدرة على العودة. ادي الضربة الحرة سريعة ورونالدو، ولكن نعم اول اهداف اللقاء. لسه بقول لحضراتكم القدرة على العودة، القدرة على الاصرار، القدرة على التحدي. بيب يرفع صوته ويقول ما في حد قدي. كان رونالدو من البداية وبيب في النهاية ليتعادل ريال مدريد 1-1. الرد جاء سريعا، جاء قويا، ويحسب على دفاع ختافي انه طلع وصعد للامام اكتر من اللازم، ترك مساحة لتكون الكرة. بس طلعوا كتير جدا زيادة عن اللزوم، ادى فرصة. اللعبة الأولى رونالدو لم يكن متسلل أبدا، وفي اللعبة الثانية لم يكن بيبي متسلل أبدا ليكون هدف التعادل. من دي ماريا إلى رونالدو إلى بيبي، المدافع البرتغالي البرازيلي يتقدم بهدف التعادل لريال مدريد. هدوء للأعصاب، شيء من الثقة تعود حتى للمشاهد. نهائي كأس العالم 82 وفوز إيطاليا على ألمانيا بالثلاثة، باولو روسي وتارديلي والتوبيلي في حدث تاريخي كان في ذلك الوقت. نهائي أوروبا 64 عندما فازت بها أسبانيا على الاتحاد السوفيتي، كان على نفس الملعب قبل أن تعود أسبانيا بعد ذلك وتسيطر على كرة القدم الأوروبية والعالمية، وفي التصنيف هي الأولى على العالم في الفترة الأخيرة وباستمرار. ضربة حرة لصالح دي ماريا رونالدو والبحث عن اللحاق بكبار القوم في التسجيل على مستوى الدوري الاسباني. راؤول كالعاده في القمه، صراع مع دي ستيفانو وبوشكاش واوجو سانشيز على مستوى ريال مدريد تحديدا ايضا، والتصويب وضربه جزاء. قد تكون ضربه جزاء ماذا؟ اعتقد هتتلعب لمسه اليد، لا هي ضربه جزاء. اعطاها ضربه جزاء، صعود وهو داخل منطقة الجزاء ورفع ايديه بوضع تشريحي غير طبيعي. بعض الحكام اهو واضحة اهي، خلاص في حكام بيحسبوها وفي حكام ما بيحسبوهاش، لكن هي ضربة جزاء. رفع ايديه بوضع مش طبيعي، والكرة قوية، ولكن مسافة 9 متر و15 سنتي اللي هي 10 ياردات تسمح له انه ما يخليش ايديه بهذا الشكل في اتجاه الكرة لتكون ضربة جزاء. والبحث عن التقدم لريال مدريد، البحث عن التقدم لريال مدريد من خلال بوابة ضربة الجزاء. مش بسهولة انك تكون خسران وتتعادل. الخسارة جت في لحظة وكأنها ألم. بقول لك يأتي الألم راكب حصان ويأتي الشفاء سيرا على الأقدام. بعد 4 دقائق جاء الألم وبسرعة، بينما الشفاء قد يحتاج إلى 33 دقيقة ليعود ريال مدريد. ورونالدو يسجل. نعم يسجل الأسطورة، يسجل رونالدو هدف ثاني ليتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف. يأتي الألم راكب حصان ويأتي الشفاء سيرا على الأقدام. رونالدو تعظيم سلام. 2-1 ضربة جزاء يسجل من خلالها النجم الكبير، هدف يصل من خلاله إلى مرحلة المنافسة الفعلية مع هوجو سانشيز، والاقتراب أكثر وأكثر من عالية القوم في التسجيل على المستوى الأسباني المحلي، سواء كان بوشكاش سواء كان دي ستيفانو راؤول الأسطورة. وبالتالي يتقدم رونالدو بثاني أهداف ريال مدريد. 2-1 جزاء في الشوط الاول لصالح ريال مدريد من ضربه حره اصطدمت باقدام احد اللاعبين. اسكو بيحاول يوصل للحقيقه اربيلو الى منطقه مؤثره، واربيلو مره وكارفاخال مره، هما الاثنين عاملين جناحات. فرصه الثالث يا ولد الله
الله عليك، الله عليك، تسلم رجليك. الموهوب المحبوب فاق في الشوط الثاني، فاق واستطاع في اللقاء. شوف الانطلاقه، شوف الذكاء، شوف المهاره، عدى ومر واخترق وفات وشاط ليسجل ثالث اهداف اللقاء. شوف الثقه اللي عنده لما وسع لنفسه زاويه التصويب، كان عنده سرعة الأداء بعدها بسرعة، يعني هو زقها قبل الماضي 30 مباراة في أول سنة أولى ليه في الدرجة الأولى مع ريال مدريد ومسجل هدفين، بينما لم يسجل في السنوات الثلاثة الأخيرة أي أهداف. مودريتش وهو مغمض لأنه عارف هذا الانطلاق سيكون حاضر في اللعبة الأخيرة. رودريجيز والكرة العرضية، خرج بنزيما، موجود رونالدو وضامن سامي خضيرة، قوة بدنية جبارة، هو ده المطلوب من سامي خضيرة. تاني من جديد كارفاخال لا يكل ولا يمل حتى اللحظات الأخيرة، عمل اوفر، لا عملها رونالدو، عملها النجم الكبير، عملها النجم الكبير، ورباعية رباعية. نعم كان صامتا فترة ليست بالقصيرة ولكنه تكلم ويا له من كلام، تحدث ويا له من حديث. نعم نجم كبير، احساسه بالمكان كبير، بكعب رجل على طريقة رابح مجر أسطورة كرة القدم الجزائرية والعربية في مرمى بايرن ميونخ. شوف الاستلام، شوف التحضير، شوف سامي خضيرة هو اللي كون هذه الجملة التكتيكية، سامي خضيرة هو اللي كون هذه الفكرة، طلع وعمل اوفرلاب لكارفاخال، رونالدو أصبح راس حربة بكعب الأقدام ومن داخل منطقة الجزاء يسجل النجم الكبير رابع الأهداف، وهي نفس الأربعة التي يسجلها للعام الرابع على التوالي ريال مدريد في مرمى ختافي. فالعام الماضي فاز ريال مدريد 4-0، رونالدو سجل هاتريك